احنا مضطرين دلوقتي نعمل المخبوزات اللي ولادنا بيحبوها في البيت. ده اضطرار علشان طبعا احنا مش ضامنين ولا واثقين في الزيوت اللي مستخدمة في الحاجات الجاهزة، فاحنا عايزين زيوت او اي مادة دهنية، فنحب ان احنا نعمله في البيت، لان هو في الاخر بصراحة طريقته سهلة جدا جدا وما بياخدش كمان وقت، اصلا طلع سهل جدا يا جماعة. فالافضل لينا ولصحة ولادنا ان احنا نعمل كل حاجة في البيت. النهاردة هعمل معاكم البقسماط مقرمش وبإضافة بسيطة جدا، بيبقى طعمه مختلف خالص، هيبقى فعلا طعمه ونكهة حلو قوي واحلى بكتير من اللي بنجيبه من بره، وقرمشة جميلة. لو جربتوه هتلاقوه سهل جدا وهتعتمدوا كمان طريقته. يلا بقى يا جماعة ندخل في الوصفة على طول. هنا في بولة هجيب معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، على معلقتين من السكر. تمام، طبعا الخميرة الفورية اللي بتتباع في اكياس ديت، على معلقتين كبار من السكر. هنا كوباية مية من كوبايات الشاي العادية، طبعا همشي بيها كل المقادير بقى، طبعا طالما استخدمت كوباية امشي بيها كل المقادير. هنا كوباية مية دافية. تمام، وببتدي اقلب الكلام ده كله. وطبعا بنفس الكوباية هجيب نص كوباية من الزيت، وممكن استبدل حبة زيت بمعلقتين من السمن، بحيث في الاخر يبقى التوتال نص كوباية. طبعا السمن هنا يعني لو بلدي هيدي طعم جميل جدا جدا للبقسماط، وهيبقى مختلف خالص عن اي، مش بس قرمشة، لا قرمشة وطعم كمان. بنفس الكوباية اللي انا استخدمتها برضو هحط هنا 4 كوبايات من الدقيق. تمام، هنا بقلب الكلام ده كله. احنا ممكن طبعا نضاعف الكمية، بس انتوا لو عايزين تجربوا اول مرة، ممكن لو بتعملوا اول مرة جربوا بالكمية دي، هي كمية معقولة. بعد كده ان شاء الله تعملوا بضعف الكمية او اكتر زي ما تحبوا. تمام، بعد كده هنحط رشة ملح على الدقيق، وهنحط هنا ربع معلقة بيكنج باودر، تعتبر ربع معلقة. تمام، وبنقلب الكلام ده كله بقى مع بعضه قبل ما نعجن. هنا بحضر معايا نص كوباية مية زيادة، علشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع، فاهماني؟ في الاخر انا عايزة اوصل للعجينة بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان انا هنا ما استعملتش نص الكوباية دي، بس انتوا ممكن لو استعملوا دقيق تاني تحتاجوها. طبعا استخدموا انواع، طبعا هنسيبها بقول لكم حوالي 5 6 7 دقايق كده ترتاح، على بال ما نحضر هنا سمسم محمص ورشه بالميه، او ممكن في ناس بتحط له زيت، بس هو الميه بتبقى معاه كويسه جدا. طبعا انا بقول لكم استخدموا انواع الدقيق اللي هي الكويسه، اللي انتم مجربينها، مخصصه للمخبوزات او لجميع الاغراض، على حسب النوع اللي انتم مرتاحين له. ما تخاطروش بنوع جديد وانتوا لسه اول مره تعملوا الوصفه دي، وتقوموا مخاطرين بنوع دقيق انتم مش عارفينه. النوع اللي انتم مجربينه قبل كده في المخبوزات استخدموه. هنا طبعا وصلت للعجينه طريه بالشكل اللي بقول لكم عليه ده، وبدات ان انا اقسم العجينه. هقسمها كده حوالي 6 7 اجزاء كده، وهقسمها لكور. بعد كده هاخد كل جزء واقسمه تاني، بحيث في الاخر ان انا عايزه كل جزء هشتغل فيه بيبقى قد الليمونه كده، وابتدي افرده على الكاونتر كده بالشكل ده، على شكل بقسم، يعني شكل البقسماط بقى. ابتدي ارول كده بالشكل ده هوت. خلي بالكم يا جماعه ما يبقاش تخين، علشان هو كده 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 بيخمر في الفرن، فاخليه بالشكل ده. وهكمل كل الكميه. وطبعا انا حاولوا تقسموا قطع العجينه قد بعضها، وحاولوا تظبطوا عشان يطلع البقسماط كله قد بعضه، يعني حاولوا على قد ما تقدروا كده يبقى الشكل في الاخر كويس، ان انتوا تظبطوه اطوال واحده. تمام، بعد كده هاخد بقى السمسم اللي انا مجهزاه ورشاه بالميه ده، وهنزل فيه بصوابع البقسماط وهغمسها بالشكل ده. بصوا طبعا هي لزقت فيه علشان انا رشاها بالميه. بعد كده هبتدي اخد بقى كمية البقسماط كلها وارصها في الصينية. بصوا هنا يا جماعة الخبز على درجة 180 لمدة 5 دقايق، فرن رف اوسط. وبعد كده بنبتدي ان احنا نشغل الشواية. اول ما الوش اللي هو الملامس للصينية بيتحمر، بقفل الفرن واشغل الشواية عشان يتحمر من الناحية التانية.
يبقى 160 180 5 دقايق، وبعد كده اقلل الحرارة ل160. اول ما يتحمر من تحت ابتدي اقفل الفرن واشغل الشواية. طعم وقرمشة يا جماعة فعلا تحفة جدا، هتعتمدوه ان شاء الله لما تجربوه، واحسن من الافران ومن المحلات الجاهزة. انا مش عارفين الدهون اللي بيستخدموها دي ايه. جربوه وان شاء الله يعجبكم. بون ابيتي.